أخيراً، لتنفيذ عملية النقل تم استخدام عربيات ذكية من الخارج عندها قدرة فائقة على التغلب على أي عوائق ممكن تواجهها في الطريق، وقدرة على المناورة في المنحنيات والملفات وامتصاص أي اهتزازات، وبيتم التحكم فيها آلياً عن بعد. وأثبتت العربيات الذكية قدرتها على تنفيذ المهمة المكلفة بها لنقل المركب بنجاح أثناء تجارب المحاكاة العديدة اللي خلالها قامت بنفس الرحلة محملة بنفس أوزان وأبعاد وبروز المركب. بعد شهور من العمل متواصل تمت رحلة نقلها بنجاح، واللي هيقف قدامها التاريخ كتير بعد ما كان يعتقد إن نقلها شبه مستحيل. والعالم كله هيتفرج على المركب في مقرها الجديد في المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه، بفضل فكر وجهد وتفاني المصريين اللي بيثبتوا في كل تحدي يواجههم إنهم قادرين على تحقيق المستحيل.